الوقت الاخير لما مرموش راح مانشستر سيتي ناس كتيره اتكلمت قوي على انه ولد نشأ في بيئه صالحه جدا ومش ناقصه اي حاجه، وكان بيروح النادي كل يوم ومدرسه انترناشونال وكل حاجه، وبالتالي فمن الطبيعي ان احنا نشوف مرموش في المكانه دي لانه اصلا متوفر له كل حاجه. بس عارف يا غالي، عندي ليك خبر غريب ومش هبسطك قوي، انك لو طلعت في بيئه صحيه نوعا ما يعني احب اقول لك انك في اول 18 سنه من عمرك انت وصل لك حوالي 180,000 رساله عن نفسك، 77% منهم سلبيين، والافكار دي بتشكل حوالي 90% من افكارك الغير واعيه اللي بتتكون عندك عن نفسك وعن كل حاجه حواليك، وذهنك دايما بيكررها من غير ما يفكر اذا كانت صح ولا غلط. يعني مرموش ده اللي انت شايفه كده كان لغايه سنه 18 سنه وهو السن اللي احترف وطلع فيه بره كان ماشي ب 77% من افكاره افكار سلبيه. عشان ما تصعبش الدنيا علينا، زتونه الكلام السلبي الذاتي بتلخص في كلمتين: مش هينفع او مش هعرف. تقدر تطبق ده بقى على اي حاجه انت بتتكلم فيها او عايز تعملها، من اكبر حاجه لاصغر حاجه. وده اللي بيفصل ما بين الناس الناجحه اللي زي مرموش والناس اللي لسه مش عارفه تنجح قوي. الناس الناجحه برضو بتشوف المشاكل وما بتنكرهاش وبتكون تحدي ليها، بس بتشوفها مطب هعديه كده كده. لكن الناس اللي ما بتنجحش او اللي مش عارفه تنجح بتشوف ان اي عقبه فجاه الطريق اتسد، بقت قدام حيطه مش عارفه توصل منها لاي حاجه. الكلام اللي بنقوله لنفسنا او بنقوله لبعض عنده قدره رهيبه، لما ان هو يكون بيرفعنا 7 سما او ينزلنا 7 ارض. ولو مش مصدقني فكر في كم مره حد شجعك او قال لك انه واثق فيك او مصدق فيك وانت بقى جواك طاقه وقدره رهيبه انك تكسر الدنيا حواليك. وبالعكس تماما، كم صغر النفس والكسره اللي حسيتها لما حد اتريق عليك او قال ان هو مش واثق فيك. الصوت اللي جوانا اتشكل من خلال اللي سمعناه في حياتنا، اللي سمعناه من اهلنا ومن اصحابنا ومن الناس اللي حوالينا وبالذات الدايره القريبه، وكمان خبراتنا الشخصيه. اتحول لصوت داخلي كانه انسيب، الظل اللي ماشي معايا طول الوقت، كانه بالظبط المعلق الرياضي اللي ماسك المايك كده وبيعلق على كل حاجه بعملها او كل حاجه بنجح او بفشل فيها، واللي بيحدد لك اكتر شعور هيكون متلازم ليك وسهل من خلاله انك تعرف هويتك او انت مين وايه اكتر حاجات مخوفاك جواك. احب اقول لك واطمنك انك معظمنا عندنا حديث ذاتي سلبي، اتعودنا ان احنا نتكلم عن نفسنا ونشوف نفسنا بطريقه سلبيه بسبب الخبرات اللي مرينا بيها واللي سمعناها في حياتنا واللي بتتكرر في ذهننا لسنين لغايه ما بتصدقها، سواء ان الكلام ده كان فيه جزء صح او انه كله غلط من الاساس. فحط نفسك مثلا مكان مرموش وهو صغير. انا دلوقتي شخص مكرس كل حياتي للكوره والهدف معين وهو اني هكون لاعب محترف. طب لو فشلت وضحكت الناس عليا، ما انا ما عنديش بلان بي اصلا. طب ارجع ولا اكمل ولا اعمل ايه اصلا؟ شايف كل ده؟ دي ممكن تكون نقطه في بحر من تفكير مرموش واهله كل يوم. طب برضه يا مريم ما نعمل ايه بس عشان ما نسمعش الكلام السلبي ده ونعيش جواه؟ هقول لك، بس في الاول تعالى اقول لك تاثير الكلام علينا ده بيبقى عامل ازاي. فلو جينا للكلام السلبي وعلى اعتبار ان هو الاغلب، فهو اول حاجه يعني بيفرز كورتيزول في جسمنا، والكورتيزول ده اللي هو بيأثر على مودنا بانه بيرفع ضغطنا وبيزود وزننا وبيحط ستريس غير مبرر وبيعمل لنا لخبطه في الاكل والنوم. اما الكلام الايجابي فهو بيفرز هرمون زي الاوكسيتوسين وده هرمون الحب، او الدوبامين وده هرمون الرضا والسعاده. في 3 مستويات بقى لشكل الكلام السلبي عند كل الناس. في المستوى الاول نقدر نقول ان الافكار السلبيه اكتر شويه من الافكار الايجابيه، اللي هو يعني مش متفائل قوي. المستوى الثاني تبتدي النظره السلبيه تبقى هي الاساس، كانك لابس نظاره باللون الاسود فانت شايف كل حاجه مش حلوه يعني. المستوى الثالث بقى بتبتدي تشوف كل حاجه بنظره سلبيه وما عندكش اي امل في اي حاجه، كأن شايف الدنيا كده مقفوله ضبه ومفتاح، ربنا يحمينا. طب وبعدين يعني نحط صباره هنا؟ ما تقول لنا نعمل ايه؟ خليني في الاول اقول لك انك مالكش ذنب لو كان ده حاصل معاك، لان الذهن كائن وحيد غلبان جدا ملوش راي في اي حاجه، اللي بنغذيه له طول الوقت بيصدقه من غير ما يفكر فيه او يشوف المنطق من وراه. بس انت مالكش اي ذنب ان كونت عندك افكار سلبيه، بس عليك كل المسؤوليه انك تغير. بمعنى ان احنا لما بنغير الطريقه اللي بنتكلم بيها لنفسنا احنا بسهوله نغير حاجه. طريقه الكلام الجديده دي هتشكل افكارنا ومشاعرنا، فبتعمل كانها اعاده برمجه لكل المكن اللي بيشغل حياتنا، وبالتالي احنا محتاجين بطريقه واعيه جدا واحنا مدركين جدا نغير الطريقه اللي بنتكلم بيها نفسنا، حتى لو مخنا او جوانا مش قادرين نصدق اللي احنا بنقوله قوي. كمان نتعامل مع نفسنا بنوع من الطيبه والرحمه لما الافكار السلبيه دي تظهر. خليني اقول لك احنا هنا مش بنحارب الافكار السلبيه او كاننا بنتخانق معاها، لكن بنستبدلها، اعاده برمجه في ذهننا زي ما قلنا. كده كده مخنا هيفكر، كده كده فهيبقى في افكار بتروح وتيجي فيه، فانت بدل الافكار السلبيه هتبدلها بافكار ايجابيه. فعلى الاغلب زي ما قعدنا سنين نسمع كلام سلبي عن نفسنا خلينا نكون افكار سلبيه جوانا عن نفسنا، فاحنا هنحتاج نقعد وقت طويل جدا نكرر على نفسنا كلام عكس اللي اتقال لغايه ما مخنا يرجع يصدق الصوره الجديده دي. فنعمل ازاي ده بقى؟ الحل بسيط جدا. اول حاجه اسال نفسك او حد قريب ليك ايه اللازمه اللي دايما بتقولها عن نفسك، لان دي اول خطوه ان احنا نميز ايه الجمله اللي بتتكرر جوانا بشكل لا ارادي معظم الوقت، وغالبا هتلاقي نفسك بتقولها بشكل هزار ومتكرر من غير ما تحس، زي مثلا قليل البخت يلاقي العظمه في الكرش، او ان في حاجات تانية بتقدر تقولها للدايره الاقرب بشكل مختلف، زي مثلا ان انا ما اتحبش، انا فاشل، اي عمرها ما هتيجي معايا. ودي اهم خطوه لانك هنا بتحط ايدك على المشكله وتميز النمط المتكرر للصوت السلبي اللي جواك. تاني حاجه، فكر كل مره وانت بتتكلم مع نفسك كانه واحد صاحبك هو يهمك جدا وبتحبه قوي، فحتى لو انت عايز تقوله على نصيحه او حاجه صعبه شويه انت بتختار له انسب طريقه، تحاول تكون رحيم جدا وانت بتقولها له.
عشان عايز تبنيه مش عايز تكسره، لان الحب هي اكتر حاجه ممكن تغير البني ادم مش النقد العنيف. تالت حاجه، وقف الكلام السلبي عن نفسك زي الرسائل اللي قلناها من شويه. مهما كنت متعود عليها وحاسس انه عادي يعني ده كلام او هزار مش فارقه، هي صدقني فرق جدا. رابع حاجه، غير الرسائل اللي بتوجهها لنفسك. وزي ما قعدت كتير جدا تعيد على نفسك رسائل سلبيه، هتحتاج ان انت ترجع تقول لنفسك رسائل مشجعه زي اني بقدر، اني بعرف، وان ربنا اداني مهارات ومواهب عشان افيد بيها نفسي واللي حواليا. فمن الاخر كده بدل الرسائل اللي اكتشفتها في الخطوه الاولى برسائل جديده. كمان ابدا انك تهتم بمظهرك الخارجي بالشكل المناسب، واكتب لنفسك كل شويه جواب كانك حد بتحبه وعايز تشجعه، بتفكره بكم الحاجات اللي عداها واللي نجح فيها واللي ما كانش متخيل ان هي ممكنه اصلا، عشان ده بيفتح عينيك على كم المواهب اللي عندك واللي انت مش حاسس بيها واللي ممكن تفتح لك ابواب كتير قوي. اخر حاجه بقى، مارس تدريب الامتنان، بانك هتكتب كل يوم 10 حاجات انت ممتن ربنا فيهم ان هم ادوهم لك النهارده، وهتتفاجئ انك عارف تستمتع بيها اكتر، انك هتدرك كم مهول من النعم انت كنت حاسس ان هو عادي. فالمفتاح هنا مش ان كل حاجه هتبقى تمام، لكن بالنظره الجديده دي هتقدر تشوف حل حواليك وجواك لاي حاجه بتحصل، او على الاقل خالص طريقه تكيف لكل مشكله بتقابلها. في الاخر عايزاك تتاكد ان انا بتمنى ليك انك تكون الافضل دايما. انا مريم عزت، وباقيين في البساطه، ما تنسوش اللايك والفولو.